الله. اخيرا بفضل الله ابني اتجوز والفرح خلص الحمد لله وكله تمام. وفضيت لكم صراحه انا بقالي كتير ما بعرفش اعمل فيديوهات، مشغوله. كنا بنجهز شقه ابني وبنعمل الفرح طبعا الحمد لله، ربنا اكرمنا وربنا يتمم لنا بخير. الف حمد وشكر لك يا رب. وهنشر لكم ان شاء الله الفيديو بتاع الفرح عشان تشوفوا، خلي بالكم هجيب لكم مقطع فيديو كده عشان تشوفوا الفرح وتشوفوا ابني وعروسته ان شاء الله، بس لما الفلاشه تيجي من عند القاعه ونجيب الفرح عليها وكده. الحمد لله ربنا اكرمني وتمم لنا بخير، وابني راح شقته واتجوز. الف حمد وشكر لك يا رب. عقبالكم يا رب وعقبال كل ولادكم وعقبال كل حبايبنا، ربنا يفرح الناس كلها ويسعد الجميع. نرجع بقى ان شاء الله نتقابل في فيديوهات كتير باذن الله ونتكلم بقى في موضوعات كتير. وقبل ما نبدا يا ريت لو سمحتوا تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه لو انتم مش مشتركين وتفعلوا الجرس. وضع جديد بقى. انا بنتي كانت متجوزه وكانت بتجيلي هي وجوزها، لكن ابني يتجوز ويجيلي هو ومراته دي حاجه لسه جديده علينا بنجربها مع بعض. في ناس بقى بتتكلم في الموضوع ده كتير. انا عملت فيديو قبل كده برضو قبل ابني يتجوز، مرات الابن وجوز البنت والحاجات دي. سواء ابنك هيتجوز او بنتك هتتجوز، سواء جوز بنتك او مرات ابنك، احتويهم، حبيهم، رحبي بيهم زي ما بترحبي بابنك وبيجيلك، رحبي بمراته وافرحي بيها وعامليها زي بنتك وحبيها. زي ما بتحبي بنتك وترحبي بنتك، حبي مرات ابنك ورحبي بيها وعامليها كويس، واصفي من ناحيتها واخلصي النية ان ربنا سبحانه وتعالى بعتلك بنت جديده، ابنه، بنتي زي بناتي بالظبط. احبها واحتويها وطبطب عليها، ومضايقه من حاجه اكلمها، ابني مزعلك في حاجه، في حاجه مضايقاك قولي لي، محتاجه حاجه قولي لي، انا اعمل لك اللي انت عايزاه، انت بنتي، ربنا يعلم انا بحبك زي بنتي بالظبط، انت في معزه ولادي. ما هو ايوه طبعا، فهي بنتي ومعزه ولادي، دي حبيبه ابني، مرات ابني بيحبها، دي مراته، دي شريكة حياته، دي شريكته في الفراش، شريكته في البيت، شريكته في الشقة، شريكته في عمره، هتجيب له اولاد هيبقوا مشتركين بينهم وبينه، يبقى اكيد بنتي. طب ما انا محبة مرات ابني من محبة ابني بالظبط، بحب ابني وبحترمه وبخلص له وبتمنى له السعادة والخير، احب مراته زيه بالظبط. كرامتها من كرامته، احترامها من احترامه، حبها من حبه. فكل اللي عندها زوجة ابن تتقي ربنا فيها وتعاملها كويس وتبقى حنينه عليها زي ما هي حنينه على ابنها، وترحب بيها وتقدم لها كل اللي عندها وتديها كل اللي هي عايزاه، وتعاملها اخر حنيه واخر حب زي ما بتعاملي ولادك، وما تضايقهاش وما تدخليش في حياتها وما تتدخليش في تفاصيل بيتها ولا تفاصيل حياتها هي وجوزها الا اذا هم استدعوكي او استشاروكي في حاجه. هتبقى حبيبتك وصاحبتك وبنتك والدنيا هتبقى جميله، ومش هيبقى في مشاكل ولا توقعي ابنك في حيره، يا ترى ارضي امي ولا ارضي مراتي، ده في مشكله، ده في سوء تفاهم، يا ترى اجي في صف امي ولا اجي في صف مراتي. طب وليه تنكدي على ابنك وتوقعيه في حيره وتزعلي ليه؟ طب ما انا احبها واعملها زي بنتي. بيقول لك الحما جمعت بين الشتاء والصيف. ازاي؟ الحما شافت بنتها قاعده جنب جوزها، يعني انا شفت بنتي قاعده جنب جوزها قلت ايوه يا حبيبتي زي بجوزك كده تدفي، ده الدنيا شتاء، خد مراتك في حضنك يا اخويا كده. اما اجي بقى انا بنتي وابني بقى قاعد كده جنب مراته قاعده جنبه، ما تبعدي يا بنت عن الراجل كده، الدنيا صيف والدنيا حر، انت لازقه فيه كده ليه؟ ما تسيبيه يهوى على مراوح قلبه شويه، انت كاتمه على مراوح قلبه وعلى نفسه ليه؟ سيبيه يتهوى شويه كده وسعي له. سبحان الله. طب ما انا لسه هنا اهو على الشمال بنتي كانت قاعده جنب جوزها ولا ايوه يا حبيبتي تدفي في جوزك، خد مراتك في حضنك. وعلى اليمين مرات ابني قاعده جنب ابني ولا ما تبعدي عنه، انت كاتمه على مراوح قلبه كده ليه؟ ابعدي عنه شويه خليه يتنفس، انت لازقه فيه كده ليه؟ ينفع؟ هي عشان كده بقى بقول لك الحما جمعت بين الشتاء والصيف. طب ما زي ما انت بتعاملي بنتك وعايزاها تبقى سعيده مع جوزها وعايزاها تحب جوزها وحنينين على بعض ومعاملتهم حلوه مع بعض، طب ما تحبي لمرات ابنك الخير كده برضه. قولي لابنك برضه احتوي مراتك يا حبيبي وحبها وطبطب عليها وراضيها وسايسها وما تزعلهاش. خليكي حقانيه يا ست الكل، يا اللي عندك بنت وولد خليكي حقانيه. اللي بنعمله هيترد لنا، وكما تدين تدان. اللي انا بعمله هيترد لي. يا ريت نتقي ربنا في ولادنا، وعامل مرات ابني بحب وحنان زي ما بعامل جوز بنتي. احتوي مرات ابني وارحب بيها واحتضنها وما ضايقهاش واتدخل في تفاصيل حياتها ولا ازعلها ولا ازعل لما جوزها يجيب لها هديه ولا يشتري لها حاجه ولا يحبها. ما ازعلش لما يكون مستقر في بيته وبيشتري هدايا لمراته، بيفسح مراته، بيشتري كل حاجه لمراته، انا افرح، يكون سعيد ومرتاح ومبسوط ومتهني وربنا يعمر بيهم ويفرحهم يا رب.
انما افرح لما بنتي تبقى كويسه مع جوزها، وازعل لما اشوف ابني بيفسح مراته ولا بيشتري مراته. انت كده مش حقانيه. نتقي ربنا شويه ونراعي ربنا في بنات الناس. هيتعامل في بناتنا، سواء انت بتعاملي بنات الناس كويس وبموده وبحب وبرحمه، ربنا هيبعت لك اللي يعامل بناتك كده. ضايقتي بنات الناس ونكدتي عليهم واتدخلتي في حياتهم، ربنا يبعت لك اللي يعمل في بناتك كده بالظبط. السلوكيات دي مهمه يا جماعه، بتساعد على التراحم والموده والحب وصله الرحم، وما نقطعش الصلات وما نضايقش الناس وما ندخلش في تفاصيل حياتهم، وابقى شخصيه محبوبه واسيب سيره حلوه. ما اهم حاجه السيره الحلوه. يا رب دايما سيرتنا تبقى حلوه ودنيا واخرتها الموت، وربنا يحسن ختامنا يا رب ان شاء الله، ونسيب اثر طيب ونسيب سمعه وسيره طيبه باذن الله. ويا ريت اللي مش عامل اشتراك للقناه بتاعتي يعمل اشتراك ويفعل الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.